هل شيكابالا هو أفضل لاعب في تاريخ الزمالك؟ ما أعرفش، أنا ما شفتش كل تاريخ الزمالك، بس أنا عندي I have statement to make. طبعا أفضل لاعب في تاريخ مصر هو صلاح، يعني it's not even a debate. بس أنا رأيي إن شيكابالا هو أفضل لاعب في تاريخ الدوري اللي أنا حضرته. وقبل ما تتخض شوية من الكلمة، ركز هو لعب كام سنة. ركز هو لعب كام سنة. كام سنة. فقبل ما تبقى دي خناقة يعني ولا تبقى خناقة عادي يعني. أكلتك المفضلة؟ أنا اكتشفت مؤخرا إن أنا ما بقتش عندي أكلة مفضلة، يعني أنا مش بتاع أكل، يعني أنا مش أكيل. أنا في حاجات يعني ما فيش حاجة، يعني ما فيش لحظة بابقى قاعد كده أقول يا أنا نفسي آكل كذا. اكتشفت إن اللحظة مش طول عمري على فكرة، أنا زمان عادي كان في حاجات باحبها جدًا واستناها وبتاع، بس دلوقتي فعلًا أنا ما فيش شيء بييجي في بالي كده أقول يا أنا نفسي آكل كذا، وبقى لي كتير ما أكلتوش ما أعرفش إيه اللي حصل. أو يمكن عوّدت نفسي على نظام أكل معيّن خلّاني بانسى تقريبًا. العادة هي اللي بتحكم، مش عارف. بس أنا ساعات آكل حاجة تعجبني، لكن هل الحاجة دي هتيجي في بالي أصلًا وأنا ما باكلهاش وباقول ياه أنا عايز آكلها؟ لأ. فأنا حاليًا مش بتاع أكل أوي يعني. من هو أفضل لاعب شاهدته في السعودية؟ سالم. طبعًا برضه تاني أنا ما حضرتش التاريخ كله، أنا باتكلم على اللي أنا شُفته، ونفس الكلام اللي باقوله على شيكابالا على فكرة، أنا ما حضرتش التاريخ كله، بس باتكلم على اللي أنا شُفته. صلاح طبعًا مش محتاج تكون شُفت التاريخ كله، يعني صلاح مستثنى من هذا الشيء. صلاح هو أفضل لاعب في التاريخ المصري والعربي، ومش محتاج أكون شُفت حد، لأن الراجل بِعد أوي بالمسافة لدرجة إن السياق، يعني هو كسر في حاجة اسمها السياق الزمني، لكن صلاح بعيد أوي لدرجة إنه كسر السياق الزمني، كسره تمامًا. لكن مثلًا أفضل لاعب في الدوري أنا شُفته شيكابالا، إجمالي بقى كل السنين. أفضل لاعب شُفته في السعودية سالم. بس أنا ما أقدرش أحكُم على كل التاريخ، لأن أنا ما حضرتش كل التاريخ. بس سالم هو أعلى حاجة أنا شُفتها. شُفتها بمعنى تابعته week in week out، شُفت كل أسبوع لمدة سنين. لأن في ناس تانية أنا شُفتها، بس شُفتها ماتش، ماتشين، بعدين غياب، بعدين ماتش، ماتشين، بعدين أنا ما شُفتش، وهكذا. رأيك في هايسن مدافع مدريد الجديد؟ بصراحة ما شفتوش كفاية، يعني المرات كلها اللي شُفته فيها كان مُبهِر بالنسبة لي، بس ما أقدرش أقول إني شُفته كفاية، بس يعني على قد اللي شُفته هو مُبهِر. طيب يا راجل أنت على طول بتقول إنك تحب نَفْسك أكتر من فلان وعلان. شيكابالا في الدوري عمل تاريخ أحسن من حسام حسن أو تريكة أو عبد الله السعيد. شيكا عمل موسم حلو في 22 سنة كورة. إيه علاقة ده بإن أنا باحب نَفْسي، فما أقدرش أقول حاجة يعني مفهوم. تمام. لأن أنا قُلت الجملة دي قبل كده، أنا باحب نَفْسي لدرجة إن ما أقدرش أقول حاجة تطلّعني أنا عبيط لمجرد إني أجامل حد، لأن الحد ده مش أغلى عليّا من نَفْسي يعني. أيوه عندك حق، ده حقيقي. بس شيكابالا عمل موسم استثنائي في 22 سنة كورة اللي هو 10، 11، ده مش معناه إن هو في بقية المواسم كان سيء. يعني فكرة إن هو عمل شيء خرافي لا يمكن الاختلاف حوله في موسم، ده مش معناه إن بقية المواسم كان سيء. في مواسم كان سيء، ومواسم دي برضه مش الموسم كله من أول ما فتح لغاية ما قفل يعني. بس هو لأ، إجمالي إسهاماته في كل السنين دي لأ. أنا على فكرة ما كنتش باقول كده، أنا ما كنتش باشوف إن شيكابالا أفضل لاعب في الدوري مثلًا، أو في تاريخ الدوري، أو في التاريخ اللي أنا حضرته من الدوري، ما كنتش باقول كده. بس أنا ما كنتش باقول كده من 5 سنين، في ال5 سنين دول هو لسه بيلعب، ولسه في حاجات عمّالة تحصل. هو النهارده مش أفضل لعيب في مصر، بس إجمالي من 2000 وكام، 2003، 2025، 22 سنة. يعني عنصر الزمن في صالحه 100% تجاه أي حد تقريبًا يعني. يعني أبو تريكة مثلًا كان مُبهِر جدًا، جدًا، بس لكام سنة. أنت فاهم قصدي؟ حسام حسن يدخل طبعًا الموضوع ده. حسام يعني حسام خرافي وسنين طويلة جدًا. لكن أبو تريكة كان مُبهِر، أبو تريكة كان لعيب استثنائي، بس لكام سنة. فهمت قصدي؟
أنا شايف الفرق بين شيكابالا وبوتريكا كموهبة زي الفرق بين ميسي ورونالدو، واضح وفج. هل في رأيك ده صح؟ لا، مش فج. يعني شيكابالا موهبة يعني شيكابالا مش شبه المواهب المصرية، مش شبه المواهب العربية أصلا. يعني في المواهب العربية بيبقى لها شكل كده. يعني أبو تريكة نفسه، حازم، يوسف الثنيان، في شكل كده. مش بقول إن كلهم زي بعض أو ده أحسن من ده، بس في شكل، في ستايل كده، تحس إن ده موهبة عربية. الموهبة العربية بيبقى لها ستايل. شيكابالا لاتينو. شيكابالا تحس إنه برازيلي. أنا شفته وهو صغير، ما تعرفوش، ممكن تقول عليه برازيلي مثلا. ستايل تاني. شيكابالا بيجيب جون من نص الملعب مثلا. حاجات ما. شيكابالا عنده قدرة على التسديد البعيد، أنا ما شفتهاش في أي لعيب مهاري تقريبا عربي. يعني مين لعيب مهاري عربي عنده القدرة والدقة دي في التسديد البعيد في المقصات؟ يعني أنا ممكن أجمع لك دلوقتي بتاع 20 جول لشيكابالا، مفيش لعيب من اللي بيتقال عليهم موهبة عربية جاب منهم خمسة مثلا. ممكن جاب اتنين تلاتة، ما يوصلش خمسة. شيكابالا جايب له بتاع 20 25 30 مثلا. حاجات كلها من بره ال 18 من بعيد في المقص، قوية ما تتصدش بتاع. فهو شيكابالا موهبة مختلفة أصلا، مختلفة عن المواهب العربية. يعني بتحس ان المواهب العربية عندهم نفس الست، يعني هما بيعملوا نفس الاشياء، مش بنفس الجودة، ده بيعملها احسن، ده بيعملها اقل بتاع، بس هي نفس الاشياء كده. مش من ضمنها مثلا التسديد القوي البعيد مثلا، مش موجودة دي. اشملهم يمكن كان ابو تريكة. ابو تريكة كان بيستخدم يمينه كويس جدا، بيستخدم شماله كويس جدا، بيستخدم دماغه كويس جدا، حسيته التهديفية عالية جدا. فهو عنده حاجة من كل حاجة. بس في حاجات كده مش شبه المواهب العربية اصلا. شيكابالا مش شبه المواهب العربية اساسا.